حبة ريد فلاجز كده، اشارات حمراء في العلاقة بتقولك ان انت في العلاقة الغلط، العلاقة السامة، لكن احنا ما بناخدش بالنا منهم او عاملين ان احنا ما بناخدش بالنا منهم، بس هم موجودين. فانا النهاردة جاية اقول لكم ان هم ريد فلاجز وقوية، بس هي مستخبية. من اول الحاجات انه انا ببقى واثقه في الشخص ده بدون اي اثباتات ولا اي حاجه هو اداهالي كموقف يخليني اثق كل الثقه دي، وان الاكسبكتيشنز عندي، التوقعات عندي لا معديه سقف التوقعات، ان هو ما فيش زي استحاله يعمل كده، استحاله، هو استحاله، هي استحاله. انا عارف انا بقولك ايه. حتى وهي بتحكي مثلا عليه او حاجه، هي بتدي مبرر على طول قبل ما صاحبتها تقول لها ان هي لسه بصي هو ما كانش قصده، هو عمل كذا عشان خاطر كذا، بس هي اصلا ده طبع، يعني ده طبعه. يعني هو يا بنتي مش قصده كذا، او هو مثلا يكون بيشرح لصاحبه موقف فصاحبه هيبرق له كده وهيقول له انت عبيط بقى ولا لا. ما انا بقول لك، ما هو ده اساسا ابن خالتها اللي هي كانت حكيالي عنه ان هو كان عايز، لازم يبقى نحط مبرر عشان انا مش عايز حد يوزوز في دماغي، ابعد عني احسن لك. رقم 2 انه انا بلاقي الطرف اللي معايا بيكذب في حاجات صغننه، بس هو بيكذب، بس انا ببقى عارف ان هو بيكذب وبعديله، ومش بعديله مره او 2، لا ده انا بعديله بال20 وبال30 مره، وبدي اكسكيوزز لنفسي اللي هو لا ده حبيبي النهارده بس كان متعصب فهو قال حاجه ما حصلتش، بس هو بس حط التاتش بتاعه بس في الخناقه اللي حصلت، بس اصل هو حبيبي مش عارفه ايه. دايما كده بدي اكسكيوزز لنفسي عشان الحق نفسي ان انا اعمل ايه، كونفيرميشن بايز، مرايه الحب عمياء طبعا. اما تالت حاجه، الباشا خفي عن العالم كله، هو سنجل، هو يعرفك في السر اكنكم متجوزين عرفي، مصر كلها عارفه ان هو سنجل وانت الوحيده اللي عارفه ان انتوا مع بعض. دايما بتتعامل اكنك سكند اوبشن، وانت بتبقى عندك علم بس من بعيد شويه، رغم ان انت بتكون لويل ليه جدا، مخلص ليه جدا جدا، لكن دايما في احساس كده من بعيد بالتهديد البعيد ان انت ممكن تتساب عادي لان في سكند اوبشن، بس ده ما بيبقى من بعيد، يعني بيبقى من بعيد كده، ما بتعرفش تقفش عليه الكلام، ولو جيت تقولها له انا قلت لك كده، انا قلت لك كده، لا ما حصلش. النقطه اللي بعد كده، بيحسسك دايما لما بتيجي تحكي له على حاجه وانك مذنب عشان عملت الحاجه دي، او ان انت ما رجعتلوش عشان عملت الحاجه دي، وان انت مذنب، وبيفضل يأنب في ضميرك رغم ان انت كنت بتحكي له بتشكي له بعد شويه، طب انت ليه عملت كده؟ يعني انت ليه عملت كده؟ ما كان ممكن تعمل كده، ما انت اتعصبت برضو زياده قوي، فبيبقى في جلد، عارف جلد النفس ده، لا هو بيديهولك كده ويحسسك ان انت مذنب، بس ايه برضو من بعيد، يعني الصوره ما بتبقاش واضحه قوي. اما النقطه اللي بعد كده، اعتذاره دايما بيحسسك ان هو عمل حاجه كبيره قوي، يعني انا اسف ده المفروض ان هو يمسح على الجرح اللي هو سببه، ايا كان نوع الجرح ايه، يعني انا اسف خلصنا خلاص، انا قلت اسف، وكلمه اسف ومعلش بتحسها فيك قوي منه. اخر نقطه انه بيبقى محضر نفسه انه قبل الاجازه بيوم مثلا بتاعته او بتاعتها، انا تعبانه قوي، حاسه انا داخل عليا دور برد، هو بيهرب من النزوله معاك اللي انتوا المفروض هتنزلوها بس بشكل غير مباشر، عشان لما تيجي تطلب منه ان انتوا تنزلوا فانت كده ما عندكش دم البعيد، وان هو زوره وجعه او جسمه تعبه، فانت بتجبره ان هو ينزل. فهو بقى لو انت ما قلتش او عملت نفسك يا حبيبي خلاص ريح بجد يعني كان نفسي بجد انزل قوي بس حقيقي انا مش قادر، يعني بجد مش قادر، فبرضو دي بتكون ريد فلاج، لانه كسلان انه يلتزم بواجبات العلاقة. مفيش مشكلة انك تكمل في علاقة زي دي خالص، بس هو على اللونج رون حقيقي قلبك هيتدمر، وهتحس انك بدأت تسأل نفسك اسئلة كتيرة، هو انا بعمل ايه في الريليشن دي؟ وهتحس ان هو لما يبعد انت بتتعب، بس لما بيقرب انت ما بتكونش مستريح، والعلاقة دي بتكون تعلق اكتر بكتير قوي من الحب، لان العلاقة ما فيهاش الحقوق والواجبات اللي المفروض تكون موجودة في اي علاقة، وبيكون فيها حاجات مخفية الشخص ده بيأذيك بيها جدا، بس انت ما بتكونش واعي غير بعد وقت طويل. فلو عايز تكمل كمل، بس هو اكيد في حاجة انت بتتعلمها وانت في العلاقة دي، وده اللي اقدر اقوله لك يعني.